صباح المانجا، صباح العويسي، صباح الإسماعيلية. من إحدى جناين المانجا في الإسماعيلية بصب على حضراتكم. نتكلم عن الإسماعيلية يعني عاصمة المانجا، يعني الإسماعيلية عاصمة الدراويش، عاصمة النادي الإسماعيلي، يعني عاصمة الفراولة. النهاردة بنقدم لحضراتكم تقرير يمكن دايما بنقول الحاجات العظيمة بتيجي من أفكار خارج الصندوق. عندنا شاب إسماعيلاوي جميل اسمه أحمد شجيع، نجح إن هو يطلع بالمانجا الإسماعيلاوي إلى العالمية من خلال فكره جديده اسمها مهرجان المانجا. ومحافظه الاسماعيليه اعتمدت فكرته، وبدا مهرجان المانجا اتعمل السنه اللي فاتت وهيتعمل ان شاء الله السنه دي. فكره من خارج الصندوق اصبحت معلم من المعالم السياحيه في الاسماعيليه. زي ما حضراتكم شايفين ده المانجا العويسي. وانا هنا عايز اقول حاجه، ناس كتيره جدا بتتكلم عن المانجا الهندي، على المانجا الاجنبي، على المانجا الامريكي. ما فيش مانجا في العالم احلى من مانجا الاسماعيلويه، وما فيش مانجا احلى من العويسي اللي حضراتكم شايفينه ده. ده قدامه بالظبط اسبوع ويستوي. طبعا في التقرير هعرض لحضراتكم مانجا استوت بالفعل، لكن العويسي يمكن بيتاخر شويه. احلى مانجا في العالم هي المانجا العويسي. النهارده بنقضي يوم في مزارع شجيع بتاعت احمد صاحب فكره مهرجان الاسماعيليه والامين العام بتاع المهرجان. وانا دايما بقول العالميه بتبدا من المحليه. الاسماعيليه بتتميز بالمانجا. النهارده نقدر نخلي العالم كله يجي لنا في موسم المانجا عشان نقدر نعمل ترويج سياحي مش للاسماعيليه فقط، لمصر كلها. وانا بحيي احمد هنا لانه نجح ان هو يعمل رحلات سياحيه فيها مصريين واجانب بييجوا يستمتعوا باجواء الاسماعيليه واجواء مصر والمانجا الاسماعيليه. من هنا بشكر حضراتكم، وتابعونا في التقرير. معاكم الصحفي هاني عبد الرحمن. ده فظاع. بنوصل مع حضراتكم في جولة هنا في مزارع المانجو الإسماعيلية، دول حصاد المانجو الإسماعيلية. طبعا السكان الأبيض. احنا في مزارع المانجا في الاسماعيليه تحت بند موسم الحصاد. النهارده بادئين موسم الحصاد بدري شويه، المفروض نبدا الساعه 9 صباحا. طبعا نجيب المحصول هنا. طبعا بدايه محصول السكري الابيض الاسماعيلاوي، وده بيكون طبعا في سواء القطف بيحصل حاجتين بالنسبه للحصاد. بيحصل قطف من على الشجره زي المانجا المستويه اللي قدامنا دي، زي اللي هي موجوده هنا اهي. وطبعا بيحصل بنلاقي مانجا طبعا مستويه واقعه على الارض، فبيحصل حصاد من ده. طبعا احنا كلنا عارفين ان موسم الحصاد خلاص رسميا بدا في مدينه الاسماعيليه، وتحت بنود كتيره جدا. عندنا حاجات كتيره، انواع تانية النهارده كتيره. مثلا عندنا مثلا الصديقه دي اكتر نوع مانجا بيتصدر بره مصر. نوع المانجا الصديقه دي من اجود الانواع المانجا الاجنبيه اللي موجوده في مدينه الاسماعيليه. وطبعا وزن الحبايه بيصل الى كيلو او كيلو و200 جرام. وطبعا من اكتر الدول اللي بتتصدر او بتستورد نوع المانجا الصديقه دي طبعا انجلترا عندنا، وعندنا المانيا. طبعا في كمان انواع تانية كتيره زي النعومي، زي العويسي، زي الفص. وطبعا بس لسه موسم الحصاد بتاع العويسي لسه قدامه 10 ايام او 15 يوم. بنحب نوضح لبعض المشاهدين ان موسم الحصاد المانجا العويسي الاسماعيلاوي لسه قدامها من تاريخ النهارده 10 ايام تاني، لانها بتبدا من يوم 25 يوليو تحديدا. ولكن طبعا السكري الابيض وبعض الانواع زي السكري الممتاز والسكري الازاز وبعض السكري الاخضر والحاجات دي كلها بادئه دلوقتي، بقى لها حوالي اسبوع.